ازاي حولت ازازة الشاور دي لطقم تحفة منظم للحمام بتاعي، بجد اضاف اضافة وغير لي الشكل خالص. بحب اوي الخطوات البسيطة والافكار اللي بتجدد بيها البيت بدون تكلفة خالص، تقريبا يعني مش هتكلفك الا حاجات بسيطة جدا. هنجيب ازازة الشاور او علبة الشامبو، ايا كان العلبة اللي هتستخدميها، وهنقول نرسم عليها الرسمة دي، بس كل رسمة عكس التانية، يعني بالشكل اللي انا رسمه ده بالظبط عشان نستفاد بكل المساحة بتاعة الازازة. وهنبتدي نفرغ الشكل بالشكل ده. هفرغ القلب من بره ومن جوه، يعني هرسمه على الحدود بتاعته كده، هقص وهاجي من قلب القلب من جوه، هرسم قلب تاني اصغر وهقصه بحيث ان يبقى القلب بتاعي عبارة عن الرسمة بتاعته بس كده. وشلت الجزء بتاع بق الازازة خالص، وانا كنت محتاجة الفتحة دي اللي هي في النهاية من تحت عشان تبقى صفاية معايا. وهنبتدي بقى بعد ما هنخلص قص كده وهنظبط بالمقص او بالقطر، هنبتدي نزينه. انا استخدمت شريط اللولي الابيض ده، بجد شكله رقيق يعني جدا، ولايق قوي مع اللون الابيض بتاع الازازه، لونها تلجي كده، ولايق كمان هيليق مع اي ديكور حمام عندك. معظم الازاز دي بيبقى لونها كده. هنثبت الشريط عليها من فوق ومن تحت وعلى القلب كمان. استخدمت كمان فصين كده على شكل ورقة شجر، كان لونهم مناسب قوي، لونهم ابيض برضو، يعني شكلها بقى رقيق جدا وتحفة قوي. وبس كده هنعمل القطعة التانية بنفس الطريقة، وبكده يبقى عملنا منظم حلو قوي للحمام. الجزء الصغير ده هنحط فيه الصابونة، والتانية للأدوات والفرش بالشكل ده. بصوا الجمال وبساطة الفكرة، جربوا الفكرة بجد هتعجبكم جدا ومش هتندموا، واستنوني في الفكرة الجاية. باي باي.